أيضا زميلنا المتألق والمبدع حقيقة كشف لنا كثير من التفاصيل، على الأقل كشف شخصية الميم المتهم في قضية السحر النصراوية واللي كان أمس الحديث المتداول على الساحة الرياضية. خلونا نشوف الميم والمتهم بالسحر وإيش قال. ميم حرف من بين 26 حرفا في اللغة العربية، إلا أن تغريدات الفهيد الشهيرة جعلت هذا الحرف أشهر الحروف العربية في 24 ساعة ماضية. شخص يبدأ اسمه بحرف الميم أدخل كراتينا للنادي حملت بداخلها أشياء مجهولة تسببت بسحر الفريق. هذا الحرف أصبح حديث الناس في مواقع التواصل، والكل يبحث عن هويته، وفي النهاية شبه إجماع على مشجع مسكين يدعى معيض لم يغب يوما عن النادي وعن دعم الفريق. بالمناسبة معيض تواجد وشكى وبكى. والله عندهم اللي بيتكلم يتكلم، ما يبغى يتكلم. أنا كل شيء من عند الله، لا سويت حاجة ولا حاجة. والله رحت الجيزان عشان خالتي تعبانية بس كذا، لا سويت مشكلة ولا حاجة. 23 سنة في النادي ما حد قال لي أي كلمة إلا اليوم يتكلمون فيها، والباقي على الله سبحانه وتعالى، واللي ربي هو بيشوف الحقيقة بعدين. في ناس ظلموكم 100%. ليش بيقطعون عيشي من النادي؟ أنا أعرفهم، هم بيقطعون عيشي بالراحة، هم والله بيقطعون عيشي، أنا ما يبغون مع النادي كلهم، واللاعبين ما يحبوني كلهم كبير وصغير. والله الجمهور يا ميض شوف اليوم والله الجمهور ما كل ما اليوم يسأل عني، والله يسأل عني. والله اليوم سلمت على فيصل من تركي وانا ابكي عند فيصل من تركي، والله ابكي عنده. والله اذا انت مظلوم ان شاء الله ربي بياخذ حقك، بيشيل حقي ان شاء الله، ربي بيشوف حقي بالحقيقه ان شاء الله. والله ربي فوق ان شاء الله، هو بيشوف الحقيقه والله العظيم. وش تقول للناس هذه اللي ظلمتك يا ميض؟ ما اقدر اتكلم عليهم، بس هذا ما اللي بيتكلم يتكلم، انا اتكلم. إيه عارف تقول معيد سوى حاجه وهرب، انا ما لا هربت ولا شيء. أنا كنت بجيزان عند خالاتي بس، رحت أزورهم وجيت بس، ما في حاجة. لا ربنا كريم إن شاء الله، ربي هو بيشوف الحقيقة إن شاء الله. كان هذا معيض أو من بدأ حرف اسمه بحرف الميم، الرجل اللي اختفى وكان يبحث عنه النصراويين على ذمة رواية أحمد الفهيد اللي سببت الضجة أمس، وكانت